شهد الله فاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريترية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهل لها بأهم وأبرز العناوين. كلية إعداد المعلمين تخرج 294 طالبا. الدفعة الثانية من طلاب الأقليم الأوسط تتوجه إلى سهوة. تجهيز أكثر من 1.6 مليون شتلة للتشجير في إقليم عنسبة. هجوم دامي على شاطئ مقديشو يوقع 32 قتيلا. مقاتلات ومدمرات أمريكية تنطلق إلى الشرق الأوسط. مادورو يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. خرجت كلية إعداد المعلمين في أسمرة اليوم الثالث من أغسطس 294 طالبا، من بينهم 143 طالبة ضمن الدفعة 17، بينهم خريجون في الدراسات العليا للمرة الخامسة. تخرج 137 مدرسا للعلوم و83 مدرسا للرياضيات و68 مدرسا للعلوم الاجتماعية و6 مدرسين للغة الإنجليزية. وذكر ضيف شرف المناسبة وزير الإعلام السيد يمان قبر مسقل أن المناهج الدراسية الأكاديمية والمهنية والبحوث يتم وضعها وتنقيحها من وقت لآخر، وتجهز البنية التحتية والمواد والميزانية اللازمة، موضحا بأن المعرفة تكون أكثر فعالية عندما تكون مصحوبة بالقيم الاجتماعية الحميدة وأخلاقيات العمل والانضباط. وأشار إلى أن تكون شابا ومعلما يعني أنك أصبحت مرشدا وموجها للتغيير والتنمية، وحث الخريجين على فهم دورهم الحاسم بعمق والعمل بأقصى قدر من الاهتمام والكفاءة في مهنتهم والالتزام بأداء الواجب. وقال عميد كلية إعداد المعلمين في أسمرة بالإنابة الدكتور يوناس بسفن أن استثمار الحكومة في انتشار وجودة ومساواة التعليم يحقق نتائج مرضية، وأن تقديم التعليم في الدراسات العليا بالكلية جزء من ذلك ويهدف إلى إحداث التغيير ورفع مستوى المعلمين ومهنة التدريس. وذكر ممثل الخريجين اكتسابهم المعرفة النظرية والتطبيقية، وأن هذا اليوم يحملهم مسؤولية كبيرة لإحداث التغيير المستدام في التعليم. هذا وقد خرجت كلية إعداد المعلمين في أسمرة 706 معلما من حمل شهادات الدراسات العليا في السنوات ال5 الماضية. توجهت الدفعة الثانية من طلاب الصف الثاني عشر في الإقليم الأوسط إلى ساوى اليوم الثالث من أغسطس لإكمال الصف الثاني عشر وأداء الخدمة الوطنية في الدفعة 37. وأوضح مسؤول التعليم الثانوي في وزارة التعليم الأستاذ يوهنس سلمون أن الطلاب الذين توجهوا إلى ساوى اليوم يبلغ عددهم 4385 طالبا من 7 مدارس، وأن أكثر من 50% منهم من الطالبات. أوضح مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة الإقليم الأوسط الرائد كستة دبساي ومسؤول توزيع خطوط مواصلات شركة حارات السيد إبراهيم في الساعة قرقيشة بأن شرطة المرور سترافق الطلاب حتى وصولهم إلى سهوة والقيام بالمتابعة اللازمة لإجراءات السلامة. هذا وكان 4612 طالبا من 15 مدرسة في الإقليم الأوسط قد توجهوا إلى ساوى في 30 من يوليو الماضي. أعلن ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كستيت اسفاسيون إعداد أكثر من 1.6 مليون شتلة من شتول الأشجار في 5 مشاتل في الإقليم هذا العام. أوضح لوكالة رينا أن شتول الأشجار تشمل 17 نوعا من الأشجار المستوطنة و18 نوعا من الأشجار غير المستوطنة، مشيرا إلى أن شتول الأشجار تشمل أنواعا مهددة بالانقراض. وقال أنه سيتم تنفيذ برامج التشجير الفردية والجماعية في المحميات والمدارس والمعابد والأراضي الجرداء، مضيفا أنها بدأت بالفعل في مديريات عتكليزان وحلحل وقلب وحمل مالو وكرن وعيلة برعد. ودعا السيد كستي الشعب إلى زيادة مساهمتهم في الحفاظ على موارد الغابات والحياة البرية وتنميتها وحراستها. بحثت إدارة مدينة كرم في التقييم النصف السنوي الذي أجرته في 30 من يوليو المنصرم بحضور مجلس المدينة وممثلي مكاتب الوزارات قضايا تحسين الخدمات الاجتماعية. وذكر مدير المدينة السيد رزاني أرآيا أن العمل مستمر لإصلاح نواقص خدمات المياه والتعليم والصحة والطرق والمواصلات، موضحا الاستعدادات الزراعية التي نفذت لموسم الأمطار. وأشار إلى العمل الجاري لصيانة مجاري الصرف الصحي ودراسة عقارات كرن وإصلاح مجاري المياه من جبل تعبر وتحصيل إيجارات البيوت المؤخرة وخدمات المياه وضريبة المنازل وكذلك ضريبة الزراعة والمواشي. وأفاد بأن توزيع قطاع أراضي الطيصة في القرى المخططة وتحسين الخطة السكنية لشفشفيت وإقامة المجلس الاستشاري التعليمي من البرامج المستقبلية. وطالب الاجتماع بضرورة إيجاد حل للمنازل غير القانونية ووضع حاويات النفايات وتجميع القرى وحل مشكلة المواصلات.
مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمية. أفادت الشرطة الصومالية بارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف شاطئ ليدو الشهير في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح أدن حسن للصحفيين أنه قتل أكثر من 32 مدنيا في هذا الهجوم، وأصيب حوالي 63 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة بحسب فرانس بريس. وكانت خدمة الإسعاف الصومالية أشارت في وقت سابق إلى أن عدد القتلى بلغ 8، فيما بلغ عدد الجرحى 28 جراء الهجوم الذي استهدف الشاطئ الشهير في مقديشو. وذكر التلفزيون الوطني الصومالي في بيان أن قوات الأمن الصومالية قضت على المهاجمين وأن المسعفين يعكفون على إسعاف المصابين. وسبق أن أعلنت حركة الشباب التي على صلة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجمات مماثلة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش سينشر سفن تابعة للبحرية ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وذلك على وقع التصعيد الذي تشهده المنطقة. وبحسب بيان البنتاغون فإن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط، كما رفع الجيش الأمريكي درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية. يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وحزب الله وحركة حماس المتحالفتين معها. وفي وقت سابق أعلن البنتاغون تواصله مع إسرائيل بشأن وضع القوات التابعة للولايات المتحدة بالمنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط الذي تتصاعد فيه التوترات عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت. أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إقرار واشنطن بأن مرشح المعارضة إدموند غوانزاليس أوريتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. وقال الرئيس مادورو أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤوننا، لأن في فنزويلا الشعب صاحب السيادة هو الذي يقرر. كانت الهيئة الانتخابية في فنزويلا الموالية للحكومة قد أعلنت فوز مادورو الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. لكن الهيئة لم تنشر بعد النتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية الفردية، وتتهم المعارضة الحكومة بالتزوير وتقول أن غونزاليس هو الفائز. وتشكك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أمريكا اللاتينية أيضا في النتائج الرسمية للانتخابات. في الخبر الأخير، أعلن تكتل أوبك بلس أن دول التكتل اتفقت على خفض الإنتاج 2,000,000 برميل يوميا في نوفمبر، مشيرا إلى تمديد إعلان التعاون حتى نهاية عام 2023. وأضاف بيان صادر أن التكتل قرر عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، لافتا إلى أن حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وسينخفض إنتاج دول التحالف إلى 41.856 مليون برميل يوميا في نوفمبر المقبل، من 43,856 مليون برميل يوميا في أغسطس. في نهاية النشرة لكم تسكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. كلية إعداد المعلمين تخرج 294 طالبا. الدفعة الثانية من طلاب الإقليم الأوسط تتوجه إلى ساوا. أكثر من 1.6 مليون شتلة للتشجير في إقليم حنسبة. هجوم دامي على شاطئ مقديشو يوقع 32 قتيلا. مقاتلات ومدمرات أمريكية تنطلق إلى الشرق الأوسط. مادورو يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.